في شارع هادي في حي الدقي كان في عمارة قديمة من أيام الملكية، فيها شقق واسعة بس محدش كان بيقرب من الدور التاني. الناس في الشارع كانت بتسميها بيت الرعب. بس ليه كانوا بيقولوا عليها كده؟ علشان من سنين كل اللي سكنوا فيها حصل لهم حاجات محدش عارف يفسرها. في آخر شهر ديسمبر سنة 94 نقل ساكن جديد اسمه أستاذ وائل، راجل أرمل عنده 55 سنة وبيشتغل محاسب في شركة بترول. الناس حذرته، قالوا له الشقة دي مش عادية يا أستاذ وائل، بس هو ضحك وقال أنا راجل منطقي والخرافات دي ما تنفعش معايا. من أول ليلة سمع صوت حركة جاية من جوه الحيطة، قال يمكن فار، بس الفار عمره ما يضحك. صوت ضحكة ست بيقرب وبيقرب ويقف ورا ودنه. سامي قام مفزوع، النور بيطفي وينور لوحده والستارة بتهتز رغم إن الشبابيك مقفولة. في حاجة كانت بتتحرك في الشقة، في حاجة مش حابة وجوده. في بيوت بتكون أكتر من مجرد طوب وأسمنت، بيوت ليها روح، بس الروح دي مش دايما بتكون طيبة. وده بالظبط اللي حصل في شارع حسن الأكبر في قلب الشقة اللي بيقولوا عليها بيت الرعب. شقة رقم 14 كانت فاضية سنين، وكل ما حد يسكن فيها يخرج منها جري. بس ليه كده؟ وإيه اللي حصل؟ ده اللي هتعرفه دلوقتي. الأستاذ حاتم موظف محاسب وأب لطفلين، قرر ينقل من شقته القديمة بسبب الإيجار الغالي، وبالصدفة لقى إعلان مغري عبارة عن شقة مفروشة 3 غرف في الدقي، إيجار رمزي للاستقرار فقط. راح شافها، الوسع حلو، الموقع ممتاز، السعر ولا في الخيال. بس صاحب العمارة قال له حاجة غريبة، يا ريت يا أستاذ حاتم ما تفتحش الأوضة اللي على الشمال، دي مقفولة من سنين. حاتم ضحك وقال في نفسه أكيد أوضة مليانة كراكيب مش فارقة. ونقلوا، ويا ريتهم ما نقلوا. أول ليلة الساعة 3 الفجر حاتم صحي على صوت خطوات في الصالة. خرج من أوضته، الدنيا ضلمة. سأل مراته انتي قمتي من مكانك؟ قالت له أنا نايمة من بدري ما قمتش. رجع ينام، بس وهو بيقفل الباب سمع صوت بيهمس، اخرج من هنا، المكان مش مكانك، ده مكاني أنا. فكر إنه بيتخيل، بس تاني يوم بدأ الرعب الحقيقي. الطفلين مالك وليلى ابتدوا يصرخوا كل ليلة، يقولوا في ست سودة واقفة عند الباب، وشها مش باين، بتقرب منهم كل ما يناموا. حاتم خدهم لطبيب نفسي. الطبيب قال عندهم فوبيا ليلية، وده طبيعي، ممكن عشان المكان جديد عليهم. بس اللي حصل الليلة اللي بعدها ما كانش طبيعي خالص. ليلى اختفت، وبعد فترة لقوها في الأوضة المقفولة اللي المفروض بابها مقفول بالقفل والمفتاح، والمفتاح مش معاهم أصلا. يبقى ليلى دخلت إزاي؟ في قلب حي الدقي وفي شارع هادي بالنهار، لكنه بيقلب 180 درجة بعد نص الليل. في شقة في عمارة في الدور الثاني رقمها 14. العمارة عادية جدا، ما فيهاش أي حاجة تخلي الناس تشك، بس اللي جوه الشقة ده موضوع تاني خالص. كان في مهندس اسمه أيمن، شاب متعلم، اشتغل في الخليج ورجع يشتري شقة في القاهرة. لف كتير لحد ما سمسار دله على شقة واسعة ورخيصة في شارع حسن الأكبر، الدور الثاني، شقة رقم 14. السمسار قال له بصراحة هي الشقة نظيفة بس قعدت فاضية كتير، محدش يرتاح فيها. ضحك أيمن وقال له أنا راجل علمي مش بآمن بالحاجات دي. دخل أيمن الشقة، وكانت دي أول غلطة. أول ليلة عدت عادي، بس تاني ليلة بدأ يسمع صوت خطوات مش على السلم، دي جوه الشقة نفسها. قال يمكن الجيران، بس لما سأل
الجيران قالوا إن الشقة دي عمرها ما اتأجرت أكتر من 3 شهور. اللي حصل بعد كده خلى أيمن يبدأ يشك في كل حاجة حواليه. في مرة كان بيغسل وشه في الحمام، شاف في المراية ورا ظهره بنت صغيرة شعرها مبلول واقفة ساكتة. لف بسرعة، ملقاش حد. رجع يبص في المراية، لقي البخار كاتب على الإزاز اخرج قبل ما تتأخر. كان بيحلم كل ليلة بنفس الحلم، إنه نايم في نفس السرير وفي حد بيقرب منه، بيمشي على الحيطان ووشه مش باين. كل ما يصحى يلاقي دولابه مفتوح، وباب البلكونة اللي بيقفله بمفتاح مفتوح على الآخر. بدأ يسجل بكاميرا موبايله وهو نايم. في أول تسجيل كان في ظل بيعدي قدام الكاميرا، بس ما كانش في أي حد في البيت. جاب صاحبه شريف يقعد معاه ليلة. شريف قال له: أنا مش مصدق، بس تعال نجرب نسهر ونشوف. الليلة دي كانت البداية الفعلية للرعب. الساعة 3:30 الفجر، الأنوار اتقطعت فجأة، والكاميرا اللي كانوا مشغلينها بدأت تسجل لحالها، وصوت واضح قال: هو مش قالك اخرج؟ شريف قام يصرخ وقال: أنا حسيت بإيد بتشدني من تحت الكنبة. أيمن حاول يطمنه، لكن فجأة الصورة اتقطعت، ولما النور رجع لقيوا مكتوب على الحيطة بالعربي القديم: ده مكانهم مش مكانك، امشي. أيمن قرر يجيب شيخ يقرأ قرآن في الشقة. الشيخ دخل وابتدى يقرأ، وبعد كام دقيقة قال له: أنا مش هقدر أكمل هنا، الشقة دي مش فيها جن، دي مسكونة بروح معذبة، واللي فيها تعذبه قبلك. بدأ أيمن يدور ويسأل الناس والجيران، ويكتشف إن الشقة من 30 سنة حصل فيها جريمة قتل. واحدة ست اسمها ليلى كانت ساكنة فيها، اتقتلت هي وابنها، واتحرقت الشقة بالكامل. لكن الغريب، ولا حد اتهم حد، ولا حد عرف مين عمل كده، والقضية قفلت على إنها ماس كهربي. راح أيمن يدور في الجرايد القديمة ولقي صورة ليلى، ولما شاف الصورة صعق. هي نفس الست اللي بيشوفها بتقفل باب البلكونة في الحلم. اتصل بشريف وقال له: أنا مش قادر أعيش هنا تاني، بس الشقة مش بتخليني أخرج. كل مرة يحاول يسيبها يحصل له حادث. مرة عربية خبطته، مرة نسي كل حاجة وفضل ماشي في الشارع بالساعات. كان الشقة بتحاول تمسك فيه. راح لدكتور نفسي، قال له كل ده ممكن يكون من الضغط أو تروما. لكن الدكتور لما شاف التسجيلات وشه اتغير، وسأله: انت قلت لي انك عايش لوحدك؟ في تسجيل منهم كان في صوت ست بتهمس في ودن أيمن وتقول له: أنا كنت هنا قبلك وهفضل بعدك. واكتشف أيمن إن في ساكن قبله كانوا ساكنين واختفوا، وأهلهم معرفوش يوصلوا لهم. ولما راح يسأل البواب القديم، راجل عجوز كفيف قال له: أنا كنت بسمعهم، بس ما كنتش هقدر أقول حاجة. الشقة دي ليها روح بتاخد اللي يحاول يسيبها. قرر أيمن يعمل آخر محاولة. جاب فحم وبخور وولعهم في أوضة النوم، وفضل يقرأ قرآن وهو بيصرخ: اخرجي، كفاية بقى، أنا تعبت. ولكن قبل ما النار تمسك والفحم يولع، الشقة كلها اتطفت فجأة، والنار اختفت كأنها ما حصلتش. سمع صوت ليلى بتقول له: أنا لسه ما خلصتش معاك. أيمن النهاردة في مستشفى نفسي، بيرسم على الحيطة كل يوم نفس الاسم، ليلى، والشقة لسه فاضية. بس لو عديت من شارع حسن الأكبر بعد الساعة 3، بص على البلكونة التانية من فوق، يمكن تلمح ست واقفة وشعرها مبلول، وعينيها بتدور على اللي هيكمل اللي بدأته، النهاية أو يمكن البداية. اللي فات كان مجرد بداية، واللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. ما تنساش تشترك في القناة
وتفعل الجرس علشان أول ما الحلقة الجاية تنزل تكون أول واحد يوصل له الملف الجديد.